طه حسين علي ابن سلامة. وشهرته طه حسين أديب وناقد مصري لقب بعميد الأدب العربي. في الفيديو ده هوريكم المكان اللي كان بيعيش فيه طه حسين في شارع حسين مقطور في حلمية الهرم سابقا. هنا عاش طه حسين إنسان مصري تحدى الظلام ونور عقول الكثيرين. تعالوا أقول لكم مين هو طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي. طه حسين كان طفل مصري فلاح عاش في قرية عزبة الكيلو في مغاغة بمحافظة المنيا في صعيد مصر. اتولد 15 نوفمبر عام 1889 في أسرة مكونة من 13 طفل، وكان ترتيبه السابع. فقد بصره وهو عمره 3 سنوات بسبب سوء العلاج وعدم الاهتمام بالعدوى التي أصابت عينه فأصيب بالعمى. بعدما فقد بصره التحق بالكتاب ثم أرسل إلى جامعة الأزهر حيث اكتسب معرفة دقيقة بالفقه والأدب العربي. سافر إلى فرنسا بعد إتمام تعليمه والتقى هناك بامرأة فرنسية تدعى سوزان التي أصبحت زوجته، وكانت تساعده في قراءة الكتب والمراجع له، وعاونته كثيرا في مؤلفاته. حصل على دكتوراه عام 1914 وكان عن الشاعر الكبير أبو علاء المعلي، وحصل على دبلوم في الفلسفة الاجتماعية عام 1917 من جامعة السوربون في فرنسا. تم تعيينه أستاذ للتاريخ في الجامعة المصرية، كما عين وزيرا للتربية والتعليم عام 1950. ومن أهم أعماله الأيام دعاء كروان في الشعر الجاهلي. طه حسين قدم للأدب حاجات كتير في مصر والعالم، وغير مفاهيم كانت خطأ، وساهم في تطوير التعليم بمصر، ولحد دلوقتي بيشيد بدوره ناس كتير. طه حسين اتوفى في أكتوبر عام 1973 واتدفن بمصر. وزارة الثقافة اشترت منزله من أحفاده وحولته لمتحف ومركز ثقافي يحمل اسمه رمضان، وهو نفس اسم الفيلا اللي عاش بها طه حسين، ومعناه مثنى رمة، وهو مكان الذي يرتاح به القوافل. المتحف بيتكون من طابقين. الطابق الأول وهو بيضم حجرة المكتبة والتي تحتوي على 7000 كتاب
ما بين فرنسية وعربية من مؤلفات طه حسين وكتب مترجمة، وصالة الاستقبال وحجرة الصالون، وبها بيانو أهداه لزوجته زوزان، وحجرة السفرة، وفي الطابق الثاني حجرة ابنه مؤنس وبنته أمينة، حجرة زوجته زوزان، وحجرة نوم عميد الأدب العربي، وحجرة المعيشة، ومكتبة صغيرة تحتوي على لوح مكتوبة به كل صور القرآن الكريم بخط صغير جدا، وحجرة الموسيقى وبها أسطوانات، ودولاب زجاجي به بدلات طه حسين والبدلة التي ناقش بها الدكتوراه، ومجموعة الأوسمة التي حصل عليها، والتي أهمها قلادة النيل التي قدمها له الرئيس جمال عبد الناصر، وهي جائزة الدولة العليا، والتي تقدم عادة إلى رؤساء الدولة